السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في قناتي. اليوم مع طريقتي في الحرشة. طريقة اللي هي مبسطة وسهلة بدون انه ما تحتاجوا تذوبوا زبدة، ما تحتاجوا ديروا حليب. الطريقة اللي هي مبسطة كما كتشوفوا معايا. هنايا زلافة ديال السميدة الخاصة بالحرشة وشوية ديال الملحة. عندي هنا واحد الخمارة، شويه ديال الخميره الخاصه بالخبز، غير شويه، ومعلقه ديال الزبده. انا ما كنديرش السكر، كنفضل ندير العسل. هنا غندير معلقه ديال العسل، مع شويه ديال الزيت، ما كاملش نصف كاس من الزيت. غنجمعو كلشي بيدينا. هنا غنضيف الماء ونبدا نجمع في السميده ديالي من التحت للفوق، من التحت للفوق، باش تشرب كامله. انا غنخليها بهذا الشكل باش تاخذ ليا الشكل الدائري المعتاد ديال الحرشه. وغنبداو غنجيبو الفراح ديالنا ونديرو له شويه ديال السميده. من الافضل يكون ديروها في فراح خاص بالحرشه باش تجيكم مزيانه وتجيكم زوينه وتحمر لكم كاع الجوانب. هنايا رشيتها بالسميده. هنا رديت كلشي البلاستيك حيت هو اللي غينفعني دابا ملي غنقلب الحرشه ديالي على الفراح، ما غينفعنيش الزاج. كما كتشوفوا معايا قلبته. دابا غنبدا نشكل فيها على شكل دائري ونرش بالسميده ونشكل. غنبقى على هاد الطريقه حتى نلقاها بلي دائريه مطروفه كاملين. هنا غتبدا تطيب. هنا غتبدا تطيب الحرشه ديالنا وغنخليوها على نار اللي هي مهيله بزاف. وصافي هادشي اللي كاين دابا من بعد ما وجدت لينا الحرشه ديالنا.
قطعتها باش نوريكم كي جات للداخل. كتجي شيشه كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم لهذه القناه. شكرا لكم على المشاهده ديالكم. نتمنى انكم تكونوا على خير، والى اللقاء. دمتم في امان الله وحفظه.